السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده عملت بقى طريقة للبطاطس جميلة ما شاء الله تحفة. طريقة يا جماعة لا هتشرب منك زيت ولا اي حاجة، وهتعجبك كمان في نفس الوقت، طعمها جميل ورائع، وهتعتمديها على طول، مش هتشرب معاكي زيت خالص تماما. حاجة كده من الاخر. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجة معايا بقى البطاطس الكمية اللي انت عاوزاها. غسلت الاول البطاطس وبعد كده بقشرها الاول. بعد ما قشرتها بالطريقة دي هبدأ بقى أقطعها التقطيع اللي انتوا شايفينه ده. هاخد كمية البطاطس هقطعها صوابع كده، بس تكون الصوابع بتاعتها تكون سمكها يعني تخين شوية، ما تبقاش رفيعة، بالطريقة اللي أنا عاملاها دي. والكمية البطاطس اللي انت عاوزاها برضه على عدد الأفراد بتاع العائلة بتاعتك. خلصت كل الكمية كده بنفس الطريقة وقطعتها كده. هغسل البطاطس بقى حلو الأول وانضفها، وبعد كده بقى هجيب حلة وهنزل بقى كل البطاطس دي. بغسلها الأول حلو يا جماعة، وبعد كده بنزل بقى بالبطاطس كده في الحلة، وبكون غالية معايا مية في الكاتن أو في أي حاجة، وبنزل بيها كده على البطاطس. لازم تكون مية مغلية. وبعد كده بحط معلقة من الملح كبيرة، وبرفعها على البوتاجاز بقى لحد ما تغلي غلوة واحدة بس تماما. هي كده غلت معايا غلوة واحدة، وهبدأ أصفيها بقى وأطلعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما تقلب معاكي غلوان كده تقومي مصفياها ونازله بيها كده على طول. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي. علبه زبادي نزلت بيها، وفلفل اسود معلقه صغيره، وبابريكا معلقه صغيره، وشطه برضو اختياري برضو الشطه دي يا جماعه. ونزلت بقى بالبهارات كده بتاعتي، وبعد كده نزلت بمعلقتين من الدقيق ومعلقتين اتنين من النشا كبار. بس كده. وحطيت برضو معلقة صغيرة من الملح، بس نعرف ناخد بالنا اللي احنا حاطين ملح وهي في المية يعني وهي بتتسلق. دمجتها كده في التوابل وكل ده مع بعضه كده، وبعد كده هجيب الكيسين من الفيجيتار الحار او البارد اللي انت عايزاه، اختياري يعني. نزلت بالبطاطس بتاعتي كده في الفيجيتار بالشكل ده، بشبعها كده حلو. طريقة سهلة خالص وبسيطة، هتخش تعملها في دقايق. خلصت كل الكمية بالطريقة دي، وجبت طاسة على البوتاجاز. نزلت بقى بزيت غزير، وسبت لحد ما سخن تماما بالشكل ده، ونزلت بالبطاطس. هتبدأ تاخد معايا لون بقى ذهبي كده جميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هقلب كده من الوقت للتاني لحد ما تاخد اللون، وبتقرمش يا جماعة على فكرة. والله انا بهزها كده في الصفاية، بتقرمش وجميلة، تحفة، وطعمها جميل. على فكرة ممكن تحطها في البقسماط العادي كمان، مش شرط الفيجيتار. تحفة يا جماعة والله، طعمها رائع. حطيت الدور التاني كمان بقى. خلصت كل الكمية كده بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وقدمتها بقى لولادي بألف هنا وشفا ليا وليكو، بالجمال والحلاوة دي. كده حاجة كده من الآخر، طعمها رائع. ممكن تعمليها كمان في رمضان على سفرتك جنب أي أكل، جميلة يا جماعة وطعمها رائع. متشبعة كده بالتوابل والحاجة كده لذيذة. لايك وشير لو عجبك الفيديو.